5 أشخاص سودانيين ما بتنساهم الإمارات. كمال حمزة أبو المعالي تولى إدارة بلدية دبي في بداية التطوير، وتحديداً في الفترة من عام 1961 لين صار مستشار لحكومة دبي، وشكل أول اتحاد لكرة القدم في دبي عام 1968. صالح فرح كان المستشار القانوني لإمارة أبو ظبي، وشارك في كتابة دستور دولة الإمارات. البروفيسور علي إبراهيم شمو يعتبر أول وكيل لوزارة الإعلام في دولة الإمارات في السبعينات، وشارك في كتابة دستور دولة الإمارات. المهندس أحمد عوض الكريم كان مدير طرق ومجاري أبو ظبي، وساهم في تطوير مشاريع كثيرة للبنية التحتية في العاصمة. الدكتور عوض الحسن النور قاضي بمحكمة الاستئناف بدبي، وله كتب كثيرة تخص قانون المعاملات في دبي. ولكل اللي يحبون إخواننا السودانيين، لا تنسون تحضرون مهرجان السودان في قلب الإمارات اللي بيجمع آلاف من السودانيين في مكان واحد. والحين خبروني لو تعرفون أشخاص لهم أثر في بلادكم، لأن هايين